الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة إحساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة خالد. لغة الجمال. اكتئاب ما بعد الحمل من ضمن أسبابه هو الزيادة المفرطة في الوزن وبشكل مفاجئ. ازاي نقدر نعمل رجيم بعد الولادة على طول، وخصوصا إذا كانت المرأة بترضع؟ دكتور هاني جبران استشاري علاج السمنة والنحافة هيقول لنا ازاي نقدر نعمل رجيم آمن مع الرضاعة. بالنسبة لاكتئاب ما بعد الحمل له بعض الأسباب المرضية، وديت مهمة جدا ان احنا لازم نعالجها. فلازم يبقى السيدة اللي هي بعد ما بتخلف عندها اي مشكلة، حاسة في اكتئاب، بقتش واحدة زي الاول، تروح لدكتور امراض نفسية عشان يقدر يديها علاج المناسب في الفترة دي. من بعض الاسباب ان هي بتبقى في زيادة في الوزن كمان، لانها بتبقى واكلة كتير وخارجة من الحمل وبتكون واكلة جامد وعايزة تقل في وزنها عشان ترجع زي طبيعتها اللي هي قبل ما تتجوز. في الأغلب بنتكلم في 20-30 كيلو زيادة. 20-30 كيلو كتير جدا. هي عادة الحمل كله بيبقى 10 كيلو زيادة، من 8 ل 10 كيلو. اكتر من 10 كيلو دول بتوع الست بقى، هي لازم تقل في الوزن بتاعها. فعشان كده هنديها نظام غذائي ممكن تقدر تمشي عليه دلوقتي بعد وهي بترضع، لان الرضاعة مهمة جدا. لكن الرضاعة دي بتتقسم لجزئين، جزء 40 يوم بعد الحمل، بعد كده الرضاعة الثانية. لكن علشان يزيد كمية اللبن لازم في حاجات معينة لازم ناكلها، وفي حاجات معينة كمان لازم نزودها. يعني اللي احنا هنقوله دلوقتي هو الرجيم الآمن اللي تقدر المرأة بيه ترضع وما تخافش على كمية اللبن اللي هترضعه، وفي نفس الوقت تكون بتخاف. بالعكس، ده هنزود لها كمية اللبن كمان. ده مهم قوي ان كمية اللبن تكون زيادة، لان تعمل رجيم صحي وآمن وفي نفس الوقت ما يأثرش على الطفل، عشان ما تسمعش أي كلمة هنا من حماتها ولا مامتها تقول لها بطلي رجيم. في حاجات معينة أساسيات. نمرة واحد إن إحنا لازم نزود كمية المية بشكل كبير جدا، لأن المية هي اللي بتزود اللبن مش أي حاجة تاني. تاني حاجة يبقى موجود معانا حلبة، لأن الحلبة مهمة جدا جدا في زيادة اللبن. مش قادرين ناخد الحلبة عشان ريحتها وحشة، طعمها وحش، انا ما بحبهاش، لا، هقول لها حاولي تاخدي الحلبة، وما تقدريش تاخدي حلبة يبقى ناخد راس الحلبة اللي موجودة عند الصيدلي، وتبقى موجودة وبكميات كبيرة كمان. اهم حاجة ان انا ما اخدش حلاوة. ما تقوليش اخد الحلاوة عشان الحلاوة دي هتزود ايه، هي دي اللي هتنزل لي اللبن يا دكتور. هقول لها بالعكس، الحلاوة بتعمل ايه؟ بتجزع النفس، ولما تجزع النفس الواحدة بتشرب مية كتير، ولما تشرب مية كتير ينزل اللبن كتير. يبقى مش الحلاوة هي اللي بتنزل اللبن، المية هي اللي بتنزل اللبن. المية هي اللي بتنزل اللبن. كمان نبتدي ناخد بروتينات كتير قوي، ناخد بكمية كبيرة بروتينات. ولو عايزين نقل في وزننا نبعد عن الرز خالص والمكرونة خالص والعيش نقلله بقدر الإمكان. يعني نبعد عن النشويات اللي هي المكرونة والرز والعيش، ونزود أكتر في البروتين اللي موجود في اللحمة والفراخ. اللحمة والفراخ والسمك، ونزود كمان والبيض. الكميات بكمية معقولة وعلى حسب احتياجات المرأة. لو هي عايزة تقل في الوزن جامد هتاخد لي على مدار اليوم. اهم حاجة تشربي المية كتير قوي عشان ينزل لبن كتير. البروتين مهم قوي. هل يبقى اللبن خفيف، اللبن تقيل؟ اللبن ربنا خلقه واحد لكل الامهات وهينزل بنفس الكمية. هينزل عادي يبقى كمية قليلة يبقى تشرب مية كتير، لكن الطعم والشكل بيبقى هو والطفل بيبقى محتاجه. مهمة جدا الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية دي أساسيات من أساسيات أي أم. لازم ترضع طبيعي، ما تحاول بقدر الإمكان تجرب، وخصوصا البداية. ليه؟ لأن اللبن أهم لبن في حياة الطفل. هو ده اللي بيديله المناعة الكاملة اللي هو يتمنع عن أي أمراض مستقبلية. إذا بزيادة المية نقدر نزود الرضاعة الطبيعية وندري اللبن أكتر مع البروتين الزيادة اللي احنا هنركز عليه. وكمان نشرب حلبة، ومش قادرين نشرب حلبة ناخدها باللبن، ناخدها بأي حاجة، المهم الحلبة مش مغاد. ونزود البروتين بتاعنا اللي موجود في اللحمة والفراخ والسمك، ونزود الخضروات اللي بناكلها، ونبعد خالص عن النشويات الموجودة في الرز والعيش والمكرونة. وبكده تقدري تعملي رجيم والرضاعة بتاعتك تكون مظبوطة، وبإذن ربنا يبقى الطفل كمان سليم ومفيهوش أي مشاكل. بشكرك يا دكتور. شكرا. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة خالد.
لغة الجمال.